حياة الراجل ده مع عيلته كانت مثال لمرض الوسواس القهري. كانوا لما ياكلوا يمسكوا مسطرة ويقيسوا بيها قطر بقهم، وبعدها يستخدموا برجل علشان يرسموا دواير مظبوطة على العجينة، ويقطعوا الأكل بنفس الحجم بالظبط علشان كل قضمة تكون متطابقة مع مقاس بقهم. والراجل لأنه تربى في الجو ده طلع عنده نفس الوسواس. أول مرة راح فيها بيت حبيبته اتفاجئ من شكل البيت. الكركبة كانت بالنسبة له حاجة صعبة وما كانش عايز حتى يدخل، بس بعد ما أصرت عليه أكتر من مرة دخل متردد، وقبل ما يقعد طلع منديل من جيبه وفرشه على الكنبة. ولما حبيبته نامت الوسواس سيطر عليه تماما. قام ينظف البيت كله من فوق لتحت ومسح ورتب كل حاجة لحد ما بقت تلمع. بعدين راح لتسريحة حبيبته، مسك الروج بتاعها وبدأ يحف الطرف الغير متساوي فيه لحد ما بقى شكله مثالي. وساعتها بس حس براحة بسيطة. لما البنت صحيت وشافت البيت متغير بالشكل ده افتكرت إنها دخلت شقة غير شقتها، بس أول ما شافت حبيبها فهمت على طول. جريت على التسريحة ولقيت روجها المفضل متبهدل فغضبت جدا، وهي متوترة عدلت التمثال اللي على الترابيزة لكن هو رجعه تاني للميل اللي يرضيه. وأثناء الخناقة الاتنين بالغلط خبطوا التمثال وكسروه. الراجل اعتذر بسرعة ومشي ناحية الباب، لكن قبل ما يخرج ما قدرش يمنع نفسه من إنه يظبط شوية زجاجات في الركن. ساعتها البنت فقدت أعصابها تماما وقررت تسيبه. الراجل خرج لكن بعدها البنت ندمت وجريت وراه علشان تصالحه. شافته واقف بظهره ليها فافتكرت إنه لسه زعلان، لكن هو قالها إنه مستني الوقت المناسب علشان يمشي رسمي. استغربت وسألته يعني إيه، فابتدى يعد 3 2 1 وركب العجلة ومشي بدقة.